على الناس، ودي اخر حاجه انا هتكلم فيها. الناس اللي بتبقى على السوشيال ميديا هم صوت الزمالك وهم صوت الحق، وبعد كده لما بيطلعوا على التلفزيون الناس دي صوتها بيوطى. انا مش هقول اسامي، ماليش علاقه ان انا اقول اسامي، لان في يعني ناس ممكن تاخد الفيديو وتتكلم بطريقه الحق شوف، بس انا هتكلم في اللي انا شفته واللي عيني شافته. ان اللي كان فيه برنامج جايب ناس اهلاويه وناس زملكاويه، الاتنين بيعملوا شبه مناظره، او اللي هو ايه الصح وايه الغلط، وبيتكلموا والكلام ده كله. والناس الزملكاويه الناس صوتها بيوطى مش عارف ليه يعني، واللي هو انت يعني ماشي معاهم في التيم رغم ان هم ممكن يقولوا حاجات غلط، ولو جبت عيل صغير كده زملكاوي يا باشا اللي بيقولوا ده غلط صباح الفل يعني. بس الناس مش قادره تتكلم عشان هم على التلفزيون، عشان يبقوا بانوا ان هم محايدين. وانا بقى كشخصيا انا عندي مشكله قوي في موضوع المحايده ده. مفيش حاجه اسمها يا اسطى حياده في الكوره يا اسطى، مفيش حاجه اسمها كده يا جدعان. مش عشان خاطر اكسب جمهور على السوشيال ميديا فانا بان ان انا محايد. لا، انا هطلع ولا الاهلي عنده، انا كزملكاوي الاهلي عنده مشكله هطلع اقول الاهلي عنده مشكله في 1 2 3 4 وهفضح الاهلي. ايه المشكله؟ إيه اللي هيحصل لي يعني؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حياد في الكوره. انت بتطلع بتتكلم، لو حد جه على النادي بتاعك انت بتحافظ هيبه النادي بتاعك بس، خلاص شكرا. لكن ما ينفعش ان انت الناس اللي قدامك بتاتاك عليك ودايسه بنزين وانت يا باشا انت ريلاكس. لا عندك حق. لا، ما احنا كلنا عارفين ان الاهلي بيجيب فلوسه منين، وكلنا عارفين كلنا عارفين ان مداخل الاهلي منين، كلنا عارفين.